مرحبا بمتابعي قناة أخبار المغرب أينما كنتم، ونوافيكم الآن بخبر عاجل، حيث هز انفجار قوي ناتج عن انفجار قنينة غاز أحد المنازل بمدينة سلا مساء اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، مما تسبب في حالة من الهلع الشديد وسط الساكنة المحلية. ووفقا لما تداولته مصادر ضمن أخبار المغرب وأخبار المغرب اليوم، فإن الوضع يوصف بالكارثي نظراً للأضرار المادية الجسيمة التي طالت هيكل المنزل والمباني المجاورة له، إضافة إلى تسجيل إصابات بليغة في صفوف أهل المنزل تمثلت في حروق متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم على وجه السرعة لتلقي الإسعافات المكثفة. بينما هرعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان بمدينة سلا فور وقوع الحادث لتطويق المنطقة وتأمينها. وتواصل فرق الإسعاف في هذه الأثناء عمليات التدخل وإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني كبير لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب الدقيقة وراء هذا الانفجار، مع العمل على حصر الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والمادية ونشر تفاصيل الواقعة عبر منصات أخبار المغرب اليوم. نشكركم على كرم المتابعة والوفاء لقناتنا، ونضرب لكم موعدا في تغطيات لاحقة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.